السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من منارة الغواي ومعانا حدث جميل وحاجة جميلة في غاية الحمام إن احنا نتجمع. معانا بروفيسور الغاية من كندا لمصر، منورنا دكتور ماهر مدراوس. انا حبيبي، ازيك يا عم ياسر؟ مساء الخير عليك يا حبيب قلبي. الله يخليك الله يخليك عليك وعلى رجعتنا يعني والله حاسس كده امبارح يا ماسر. الله يبارك لك الله يخليك. هي في منتهى الجمال، وشكرا يا حبيبي على حسن الاستقبال والحمامتين الحلوين اللي اتمتعنا بيهم النهارده. كان يوم جميل يا ماسر، يعني يوم ابتدينا الاول تحت بالسلاكه والحمام، ودلوقتي بقى في النش. مفيش اجمل من كده بصراحه، مفيش اجمل من كده. تعالى تعالى يا محمد. حاج حاج محمد منورة الازهر هنا منورة الغواي. ما شاء الله. انا ما بين انا يا جماعه والله انا مش والله ما عشانهم الاثنين دول عتاوله انا بالنسبه لي عتاوله حبيبي. الله ناس ما عندها حمام حلو، ناس عقليه قديمه، ناس فاهمين الغايه صح، ناس بتنش وبتنش حمامه حلوه يعني. ما شاء الله الاثنين يعني ربنا يبارككم يا رب كده. وانتوا الغيه بجد من النهارده تقوموا على ايديكم انتوا والله والله. انا اصل انتوا مثال، الناس ما كانتش تشوف الناس دي مثال. واحنا رحنا انت ما نزلت يعني في فيديوهات عاملينها عند الحاج محمد. ما شاء الله يا ابني، ما شاء الله والله. احنا مجموعه اصدقاء مع بعضينا، هي كلها حب الحمام مش محبه بس فكر واحد وما سمعتهمش لا بيختلفوا في حمام. لا ولا خناقه ولا الكلام ده يعني. الحقيقه الناس واللي بتقوله بتعمله اهو. الناس بتفرخ فرد حلو وبتنشوا. الحمد لله ربنا يبارككم. تعالى يا عم ماهر وعلى عم ماهر عسل صحيح. اسم على مسمى استاذ ماهر عسل منور اسكندريه. ربنا يبارك لك يا رب والله. حصل لنا الشرف. برضه احب اشكر والله، احب اشكر برضه عم ماهر. انا تعبه من ساعه ما جه الراجل ده ما سابنيش والله بجد يعني. ربنا يجعلك كده يا رب، يجعلني ويديني ان انا ارد لك جمايلك يا حبيب قلبي. ونورت مصر. الله يخليك، منوره بيك والله ومنوره بصحابك. نفتحوا كده بقى نهوهم يعني شويه. احنا طبعا رمينا بالليل وزي ما احنا شفنا الحمام لما طلعت هوا ازاي، وسلكناه وضحاوي وعصاري ورمي ليل. احنا خلاص داخلين على قفل، بس انا شايف لسه بدري على قفل الحمام. الحمام لسه ريش ولو مسكناه ما رماش. وبعدين دي شبابات هقفلها اكتر ما افتحها. انا شايف الحته دي معرفش يعني عشان ينشوا شهر في السنه و11 شهر قافلين حمام، دي مش غايه نش دي ولا ايه رايكم؟ هو المفروض يا عم ياسر احنا خلاص داخلين على القلش تمام. بس الناس اللي قفلت من شهر واحد واثنين تقفل على الحمام يعني يقلش بقى براحته. حلو، بس لسه الحمام شغال وهنفتحوه. يمكن ده انتوا مش عشان الجو الجو عندنا اختلف. لا القاهره حر خلاص يعني الجو بس بيطلعوا بدري وبنتنسل الحمام واسبوعين ثلاثه والنش خلص. ده كان الكلام ده موجود. هو للاسف دي الحقيقه يا عم ياسر، وده اللي بيحصل يعني ولا يعني نحافظوا على حمامه شكلا ولا نش يعني بقى خلاص ما فيش غير. فهو انا يعني ان شاء الله طالما الجو زي ما انتم شايفين كده حلو، انا مشغلهم لحد ما يقولوا لي احنا خلاص. ماشي يا عم ياسر، يعطيك على متعنا يا عم ياسر، متعنا يا ريس. خد كده ماشي حبيبي. علم بس كده. بص بقى، مفيش فرد في بابه، حمام طالع طلقات. يعني بص اللي بيفتح عليه عم ياسر مستني بس يتدور يطلع. شغلانه صعبه قوي دي يا عم ياسر. عرفت بقى. ليك حق والله. شفت ليك حق. بص الحمام طالع لا انا شوف وريت مفيش فرد فتحته ما طلعش. طب خلصوا معانا على
تعرف تصور انت مال؟ طب هو لو تلاقيهم هاتهم. خلصوا معايا من عشان يلا. هو الكاميرا مش جايباهم يا عم لا ياسر. هم فين هم فين شايف؟ هم فين يا دكتور؟ والله ما شايف. هم بيصدقوا يتفتحوا. طب اقفلهم بقى ازاي يعني؟ لا يا عم لا طبعا عايز يشتغل. لا بس الجو بقى حر يا عم بس هو عارف يا عم ياسر، الحمام داخل على القلش. عندنا اسكندريه. انت اديهم حصه بدري. لا انا بنفتحهم من الساعه 6:30 7 افتحهم المغرب بس احنا النهارده عشان نازلين انت دول لسه بتفتحهم في المغرب برضه؟ لسه بس مش ضلمه بقى يعني انا بفتحهم بحطاتهم قبل الضلمه خلاص مفيش رمي ضلمه عايز نقول ايه فبفتحهم في الجو لما يطر والشمس تنزل يعملوا مشوارين يعملوا حصه كويسه خلاص بحطط وببوب قبل في اخر دور بس عشان خاطر يعني هنقل في الحمام 6 اشهر من دلوقتي كتير قوي انا شايف كتير يلا بيجري لسه بيأدي شايف ان هو يعني لسه شغال زي ما انتم شايفين كده الحمام طالع زي الطرقات وده مش ميعاده بس الحمام باين الحمام اللي بيجري وشغال بيبان ده ما شاء الله عليك يا عم ياسر الله ينور حمام بيمشي يعني. لا ما شاء الله كمان الله ينور عليك. هو ده ميعاده مع عم ياسر؟ لا بقى تلاوين هشوف مش ميعادهم عملوا ازاي يعني مش ميعادهم بس هو انا عم نقفلهم كمان. انا بقالي كذا يوم بسافر هنفضل نقفلهم 3 4 ايام ما ينفعش عشان النهارده نازلين رايحين لحوده السايح اهويهم امبارح كنا في القاهره اول امبارح فنهويهم ونرجع تاني بقى من بكره نحطهم في ميعاد 7 الا ربع ربنا يسهل حطته دول ونفتحوا الزغاليل ونسيبوها وننزلوا بره. الله ينور عليك يا عم ياسر. ايه رايك يا دكتور؟ شفت فيهم حاجه وحشه؟ الله ينور. لا تسلم ايدك يا عم ياسر الله ينور عليك. لا الله ينور عليك. يا ريت الناس كانوا يتفرجوا على الاولى ازاي تلوينها حلوه وجميله حمام يعني حمام الغزار شكله ايه حتى في الاول متعه العين بتاعت الغاوي بتاع النشيش تمام شايف بلق وشايف حلس وشايف صوافه لا تشكيله ما شاء الله دول 43 واحده انا مأخر سكروته واحد ابيض كده رمي ريشه رمي ريشه تحت ايوه دول بالليل في بقى 15 دول اللي فتحوا في عليهم 7 8 لسه يعني هو في يعني في كتير زي مال ورأي مال واحترام طبعا بس يعني انا شايف ان الحمام ده حرام يتقفل من دلوقتي يعني ما خلاص دخل يا ابني. حمام حط اهو بيحط هنبوبوهم وننزلوا بحري ونتفرجوا على الرمي هناك شرفني النهارده وجود دكتور ماهر الدراوس والاستاذ ماهر حسن والحاج محمد ابراهيم والحمد لله الحمام عجبهم ان شاء الله متعتنا النهارده يا عم ياسر الله يخليك يا دكتور متعتنا والله حمامتين ما شاء الله يعني ربنا يبارك الله يخليك يا رب كده ويحفظ لك فيهم ويبارك لك فيهم يا رب الله يخليك نورتنا يا دكتور وشرفتنا انت الله يخليك ماهر عسل الحاج محمد ابراهيم يلا نبوبه كده واحده واحده يلا بص وانا جوه بوبه ايوه انا شايفك اهو انت في النص على نص البيبان يعني بوبوا الحمام شكرا لوجودكم معانا وشكرا للساده الضيوف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.